الكلاب المفترسة. هذا الأخير سبق وتعرضت الابنة ديالو نجوى لهجمة خطيرة من طرف كلب شرس سنة 2008 وفقدت على إثرها رجليها، وبالتالي صبح كيناضل لوضع حل لهذه الظاهرة. نجوى كيف ما غادي يحكي لنا الأب ديالها سبب ليها كلب بيتبول في إجراء عملية جراحية خطيرة فقدت موراها رجليها. نجوى في هذاك اليوم، كان اليوم الأحد، كانت كتلعب مع الصديقات ديالها والأصدقاء ديالها هنا في الحي، فكتفاجئ من بواحد البيتبول تيخرج لها من واحد الفيلا الفوق وكينقض عليها، كيطلع عليها، كيكرسها، وكيحاولوا مول الكلب والعساسه وداك الشيء باش ونقضوها فعلا، ماشي نقضوها باش حيدوها لها من فمه بواحد الصعوبه بالغه. هذا الشيء كما حكاتوا لي وكما حكاو لي هما، وهذيك الساعه بطبيعه الحال كان الحل وحده من جوج، اما تموت اما تنقض لها رجلها. نجوى اليوم السن ديالها 18 سنه، وبعد مرور سنوات على هذه الحادثه حاولنا نعرفوا وجهه نظرها في الموضوع وكيفاش تقبلت هذه العاهه المستديمه. في الاول ما تقبلتهاش، اي واحد ما يتقبلش رجلو تمشي ليه. صافي داز الوقت، كنشوف بنادم كيتمشى كيدير، انا اللي ما كنقدرش نتمشى حتى عادي ببروتيز باي حاجه، ما كنقدرش ندير، كنحس براسي ديما كاين واحد لو ماك بيني وبين الناس، انا ماشي بحال الاخرين. صافي المهم مع الوقت بديت كنتقبل شويه شويه. اب نجوى بعد تاسيسه لهذه الجمعيه ديال ضحايا الكلاب المفترسه صبح كيتوصل بعده ضحايا، واللي معظمهم كيفضل يبقى خارج التغطيه الاعلاميه نظرا لحساسيه الاصابات احيانا، وكيحاول يرشدهم ويوجههم باش ياخذوا حقهم ويتعاقبوا الجنات. من وراء العمليه جاوا اتصلوا بينا واحد العدد ديال الناس بالجمعيه، كاين من بيناتهم اللي تستعمل البيتبول ضدهم في قضايا ديال الاغتصاب، ومن بيناتهم ناس اللي عندهم الكلب في مناطق حساسه اللي ما بغوش يعفى. بطبيعه الحال الوقت اللي كيجيو عندنا كندير كنحاولوا نديروا ملف وكنوروهم دابور اشنو خصو يدار، مثلا ابروبو ديال الدعوه الى اخره. الضحايا بعد تعرضهم لهجوم من طرف كلب شرس كيتصابوا بازمه نفسيه اللي ممكن تبقى مرافقاهم طوال حياتهم كيف ما وقع مع نجوى. واخا نشوف كانيش شي كلب لاصق في الارض راه كنخاف منه، اي حاجه نخاف منه. يدوز شي كلب يدوز من حدايا بعيد كنمشي نهرب انايا. عندي الكلاب لا كنبدا نحلم بهم، كنسمع غير صوتهم بحال في الليل ملي كنبغي النعاس، كنسمع صوتهم ديال الغوات ولا شي حاجه كيجينيش النعاس، غير كنسمع الصوت صافي كنتقلب. نجوى بعد ما تقطعت ليها رجليها بسبب كلب بيتبول ما فقدتش الامل، بل كانت ارادتها قويه بحيث ولات كتمارس رياضه التنس، بل اصبحت بطله المغرب جونيور، وهذه رساله التحدي والعزيمه القويه. ما في ماشي بارفيت ولكن نقولوا بريسك بارفيت، زعما واخا بالاعاقه ديالي واخا باي حاجه ما عمرني ما نقدر كنعيش احسن من واحد عادي، حيت انا دابا كنلعب تنس، بطلة المغرب في جونيور، 3 سينيور، 24 مونديال. يعني الحياه خص الواحد ماشي الا طرات ليه شي اعاقه يبقى فيها ويبقى حياته كامله هو مشدود في ديك الاعاقه ديالو، خص الواحد يتجاوز ديك الاعاقه.